نفسكم في حاجة حلوة كده وتكون غرقانة شوكولاتة ولذيذة وسريعة؟ هنعمل النهاردة بقى جاتوه شاتوه في الخلاط في خطوة واحدة ببيضتين بس، والصوص منه فيه منتهى السهولة وطعمه أحلى من الجاهز كمان بكتير. في الخلاط هنحتاج كوباية من الحليب، كوباية من الزيت، كوباية من السكر، ونص كوباية من الكاكاو الخام، المهم يكون خام. نضرب بقى كل الحاجات دي مع بعضها في الخلاط، هتلاقوا القوام تقل معاكم زي ما انتم شايفين كده. ممكن كمان تحطوا او تنزلوا زيت سرسوب والخلاط شغال علشان تضمنوا القوام يتقل معاكم. هناخد منه كوبايه على جنب ونشيلها، ونرجع نحط في الخلاط بيضتين ونضرب كل حاجه مع بعضها، نحطهم في طبق خارجي وننزل عليهم بمعلقه كده من الفانيليا، وندخل عليهم كوبايه من الدقيق، معلقه كبيره من البيكنج باودر، ورشه ملح، ونقلب كل الحاجات دي مع بعضها لحد لما يبقى القوام زي ما انتم شايفين كده. صينيه مقاس 22 من مقاس 22 لمقاس 26، نحط فيها الخليط وندخلها فرن سخن على درجه حراره 180 لحد لما الكيكه تستوي والخشبه تطلع نظيفه من نص الكيكه. هقلبها على رك كده عشان خاطر تتهوى. على ما اجهز الكريمه هنحتاج كوبايه من الكريم شانتيه، وهننزل عليها بكوبايه من الميه البارده بالتدريج واحده واحده، يعني نفضل نضرب واحنا بنزود الميه لحد لما القوام يسمك وينفش معانا زي ما انتم شايفين كده. بعد كده ننزل عليها بمعلقه او معلقتين كبار من الصوص اللي احنا شلناه على جنب، ونقلب ونضرب كل حاجه مع بعضها، وكده بقت معانا كريمه شوكولاته. نحط بقى الكيكه في صينيه نقلبها بس على وشها، ونحط عليها كريمه من فوق ونظبطها ونفردها كده اهوت. وبعد كده ندخلها التلاجة 10 دقايق ربع ساعه على ما نجهز الصوص. الصوص بيكون تقيل شويه، بنخففه بالحليب، نزود معلقتين من الحليب لحد لما القوام بتاع الصوص يبقى قابل للسكب. طلعها من التلاجة وننزل عليها بصوص شوكولاته، نظبطه ونفرده كده اهوت، ونرجعها تاني جوه التلاجة 5 دقايق 10 دقايق قبل التقطيع.